بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من منطلق قوله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أهلنا أهل الجهراء خاصة والكويت عامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، بما يتعلق بالانتخابات التكميلية، لقد قمت بفضل الله سبحانه وتعالى بالتشاور مع شريحة كبيرة من أهل المنطقة من منطلق قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. ولقد عملت استبيانا علميا شخصيا لي، وقد كانت الآراء متباينة بين الموافق والمعارض، بين المتفائل والمتشائم، بين الحذر والمطمئن. وأحمد الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة أن الرأي الغالب كان يوصي بالمشاركة متوكلا على الله. أخوتي، لا أخفيكم علما أنه قرار صعب جدا بين أن أشارك في بيئة ملوثة ومجلس سيء، وبين عدم المشاركة وإيصال الأسوأ. ولكن أيها الأخوة، لقد عاننا الله سبحانه وتعالى ومن ثم الأخوة ممن شاركون الاستبيان على أن أقرر المشاركة بالانتخابات متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ومسندا بأهلنا الشرفاء من أبناء المنطقة، قبائلها وعوائلها، حاضرتها وباديتها، غير آبهم أيها الأخوة، غير آبهم بمخاطر النزول من بيئة ملوثة معتمدا على الله سبحانه وتعالى، ومن ثم معتمدا على أهلنا الشرفاء، حتى نغير إلى الأفضل، نغير من السوء إلى الخير، من التبعية إلى الفاعلية، منطلقين من أساس قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أيها الأخوة، يا من أبعث لهم في هذه الرسالة والإعلام، أيها الأخوة، ثقوا بي فأنتم أدرى الناس بي أيها الأخوة، فإني والله أعاهدكم كما عهدتموني سابقا على الصدق والأمانة، وعلى النهج المعارض للمفسدين حكومة وغيرهم. أيها الأخوة، أبعث لكم بهذه الرسالة طالبا منكم العون ومني الوفاء، منكم الثقة ومني الصدق. ولا أنسى إخواني المرشحين النيرين، أمدوا يد العون لهم بالتعاون على البر والتقوى بما يخدم بلدنا بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، غير آبه وغير مهتم. أيها الأخوة، غير آبه وغير مهتم بكل المفسدين الذين يتظاهرون بالخير وهم للفساد ساعون والعياذ بالله. أهلي وعشيرتي، أخواني وأخواتي، أبنائي وزملائي، يا من عرفتموني، ثقوا بي، ولا بد أن يحصل التغيير. لا بد أيها الأخوة أن يحصل التغيير بخياراتنا، لا بد أن نغير من خذلونا، لا بد أن نغير من خذلونا. ولقد أتتنا الفرصة لتصل الرسالة إليهم ونوصل الأكفأ، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.